معانا اكله النهارده بقى جميله في منتهى الجمال وسهله وبسيطه، واتمنى من كل ست بيت تشوف الفيديو ده تجرب الاكله. بس قبل اي حاجه اقول لكم السلام عليكم، السلام الله وصلى على النبي، ويلا بينا. هنبتدي بقى اول حاجه في اكلتنا. هنا معانا ايه؟ فلفل احمر، فلفل اخضر، وبصل. ومعانا الخلاط بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهضيف عليهم شويه ملح بس. ونضربهم بقى ضربه ناعمه. هضربهم وارجع لكم تاني. ده الخليط طبعا بعد ما ضربته اهو، بس الخليط ده انا هصفيه بقى. هخلي التفل بتاع الخليط لوحده والميه لوحدها، هصفيه وارجع لكم تاني. هنا بقى ادي التفل بقى لوحده وادي الميه لوحدها. هنركن الميه دي بقى دلوقتي عشان هنعوزها، وهنستخدم التفل ده في اكلتنا. اكلتنا هنا هتبتدي بايه بقى؟ معايا هنا الكبه بتاعتي، معايا هنا صدور فراخ ووراك بس مخليه، انا خليها. هنعمل ايه؟ كفته فراخ. هتعمليها وهتجربيها وهتحبيها قوي. هنقطع الفراخ والوراك دي فراخ بقى، عندك صدور، عندك وراك، اي حاجه موجوده عندك في البيت تنفع، بس اهم حاجه شيلي منها الجلد واخليها. وطبعا اللي خليناه مش هنرميه، هنعوزه برده في اي اكله بعد كده. طبعا انا بقطعها معاكم قطعه صغيره اهو. ودي وراك برده، بصوا انا خليها اهو اللي موجود عندك. دول كانوا 3 صدور عندي ووركين، قطعتهم معاكم في الكبه. والتفل اللي انا صفيته من البصل والفلفل الاحمر والاخضر اللي انا كنت عاملاه معاكم. وطبعا عشان نطري معانا الكفته وتطلع طعمها حلو قوي طريه، عايزين دهن. لو في ليا هتبقى جميله، او مفيش عادي استبدلها باي حاجه. دي دهن برده نضيف، عندي دهن بطن هحط منه. وزي ما قلت لكم قبل كده بقى نبتدي نضربها ضرب مبرح. هضربها بقى واجيبكم تاني. هنا طبعا بعد ما فرمتها هنا اهو، هحط بقى بقيت حاجتها عليها. هنا دي ليمونه هبشرها، هتديها طعم حلو قوي. تديها طعم وريحه. ماشي، بشرت الليمونه. هنا ربطه بقدونس بعميها قوي. هنا بقى بابريكا، كزبره، معلقه اللي هي 7 بهارات، ربع معلقه فلفل اسمر. واللي هتظبطها لك قوي ايه بقى؟ معلقه دقيق او معلقه ونص كده. حطيت معلقه ونص دقيق، وهنبتدي بقى نعجنها كويس قوي. هتاكلي احلى كفته. ودي حلوه بقى في ايه كمان؟ للناس اللي ولادهم مثلا ما بيحبوش الصدور، ساعات بتبقي محتاره تعملي بيها ايه. هتطلعي منها احلى كفته فراخ. عجينها حلوه قوي بقى. بعدين اغطيها واسيبها ترتاح في التلاجة حوالي نص ساعه كده. انا جبت هنا بقى الصينيه بتاعتي وفرشت فيها ورق الزبده. هنبتدي نصبعها عادي. لو عندك اللي هو العصيان بتاعت الشيش طاووق دي او بتاعت الكفته اعملي. انا ما عنديش، مش متوفره عندي دلوقتي، فهصبع عادي بمعلقه. معاكي هنا ميه عشان تبقي تحطي، معاكي هنا شويه ميه عشان تبقي تبلي بيهم ايديكي. وهناخد بقى من الكفته ونصبع. هتاكلي احلى كفته. ابلي ايدي كده. وطبعا بقى اللي هيبقى مخليها طريه وطعمها حلو قوي الدهن اللي احنا حطيناه زي ما قلت لك قبل كده. لو في ليا موجوده ماشي، مفيش عادي. المتاح عندك في البيت برده هيديها طعم وطراوه وهيخليها جميله. هصبع بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. وطبعا انا هنا بقى شكلتها وخلصتها اهوت. هدخلها الفرن على درجه حراره 180. درجه من البصل انا حطيت عليها معلقتين كشه، ربع معلقه فلفل اسمر، معلقه عسل، عصره ليمون. ودي بقى اللي احنا هنشرب منها الكفته بتاعتنا. الكفته اهي ماشي.
خدت اول وش، هعجنها بقى معاكم وهشربها معاكم من ميه البصل دي، واقلبها وارجع ادخلها بقى الفرن تاني زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم ثلاثة مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي، ريحتها تحفه. هنا بقى هعمل لكم اسرع طريقه في التاريخ. دي علبه زبادي، معلقتين مايونيز، حطيت حوالي 3 فصوص ثوم مهروسين، عصره ليمون. الله بقى لو كان في ميه خيار مخلله كانت هتديها طعم تاني، بس عادي الموجود يقضي برضه. احلى توميه واسرع توميه ممكن تاكليها. هنا طبعا لفرشه الكفته هحط هنا بقى بصل ببقدونس بسميه. وده بقى الكفته اللي انا عملتها معاكم. وطبعا معانا سلطه ومعانا ترشي ومعانا التوميه السريعه اللي انا عملتها معاكم ومعانا طحينه وبطاطس. احنا ما بنحبش نحط، مش هنحب ناكل جنبها رز. اللي عايز يعمل جنبها بقى رز البحر، اللي عايز يعمل مكرونه بصلصه ماشي. دي الكفته بقى جمالها عامل ازاي، ما شاء الله جميله وطعمها في منتهى الجمال. هتاكلوا احلى كفته وبالهنا والشفا.